بلا شك كلنا تابعنا القضيه ديال المؤثره والممثله اللي شدوها مع راجل في البيت من بعد واحد البلاغ ديال الزوجه ديال داك الراجل بتهمه الخيانه الزوجيه، وشدوهم مشاو دوزو ايام في السجن. الراجل تنازلت ليه الزوجه ديالو وخرج، اما الممثله فهي خرجت من بعد ايام وتم التحفظ على الملف لعدم كفايه الادله على ممارسه الزنا. من بعد ما خرجت هذه المؤثره بدات كتنشر ايات قرانيه، وبدات كذلك كترد وكتقول بان المجتمع ذكوري وانا نسويه، وكتقول ان الوالدين ديالها راضيين على هذا الشيء وهما فقط اللي كيهموها وما كيهمها حتى شي واحد اخر ولا راي المجتمع ولا حتى شي حاجه. طبعا انا واحد من الناس اللي قال بانه ما خصش هذا الشيء يتعالج في الصحافه، والصحافه ما خصش تفتحها ولا تذكر الاسم ديالها ولا تحط الصوره ديالها، وخصنا نستروها الا تشدات في شي وضع بحال هذا. كاملين ضمننا وكاملين ما بغيناش ليها هذه الفضيحه هذه، وما كنبغيوها حتى شي مسلمه وما كنبغيوها حتى شي مسلم انه يتفضح. ولكن بما انها ردات وربطات الموضوع ديالها بالمجتمع الذكوري والنسويه، فهنايا كندير هذا الفيديو هذا باش نرد على هذه المساله. حنا دابا ما بغيناش ندخلوا في واحد النقاش ثقافي ما بين المحافظين وما بين المتحررين، ما بين الاسلاميين وما بين العلمانيين. هذا مشكل كبير كيهدم البيوت، ماشي شي حاجه اللي سهله. وهذا الموضوع هو موضوع دخول المراه لبيت رجل غريب عنها بحجة العمل. المشكله ماشي في النوايا ديال الناس، حنا ما كنحاكموش النوايا ديال الناس، حتى شي واحد ما كيعرف النيه ديال حتى شي واحد. ولكن دابا كنهضروا على الظاهر، كنهضروا على الصوره اللي وصلت للمجتمع، الصوره اللي شافها كلشي واللي وصلت لكلشي هي خلوه محرمه. وهذه الوضعيه هي وضعيه شبهه محرمه، وخا يسميها اي واحد كما بغى يسميها، هذه هي الحقيقه. الخلوه راه واحد التعريف شرعي واضح. الدخول ديال المراه البيت ديال واحد الراجل واخا مع صاحبتها يمكن ما نسميوهش الزنا، الزنا بمعنى ممارسة الجنس، ولكن هذا الدخول لبيت الرجل فهو أقرب بوابة للزنا، هادشي كلشي متفق عليه. لذلك في الشرع ديالنا مجرد الاقتراب من الزنا فهو حرام، ولا تقربوا الزنا. ماشي لأننا مجتمع مرعوب وناس مرعوبين من هذا الفعل، ولكن لأننا واحد المجتمع بغى يعيش في طمأنينة وسلام بلا مشاكل، وما بغيناش الغسيل ديالنا الخايب اللي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافات بدات تهضر علينا الداخلية والخارجية. الشريعة الإسلامية ما كتسناش النار حتى تشعل عاد باش نجيبوا المطافي ونبداو نطفيو فيها. الشريعه ديالنا كتهتم بديك الشراره الاولى اللي غادي تشعل النار ما خصهاش تكون، وهذا الشيء في الشريعه سميتو سد الذرائع. يعني كل طريق غيوصلنا للحرام واخا يكون في الاصل ديالو راه هو مباح، ولكن ممكن يوصلنا الحرام بحجه سد الذرائع، خصنا نوقفوا ما نمشيوش في هذيك الطريق. تخيل معايا واحد القنطره في واحد الواد، وهذيك القنطره متهالكه قديمه كتزعزع، ممكن انها تطيح في اي لحظه وتطيح شتا، والاجواء خايبه، وواحد مول الكار هز معاه 50 ديال الناس في الكار وبغى يدوز من هذيك القنطره. هذه ماشي شجاعه، هذه كتلقي بنفسك للتهلكه والناس معاك كتضرهم وكتقتلهم معاك. ما كنتسناوش في الشريعه حتى يطيح شي واحد ويطيحوا معاه الابرياء ممكن تكون الزوجه، ممكن يكون الزوج، ممكن يكونوا الابناء، ممكن تكون العائله، الاب والام، كلهم كيتضرروا. الحدود اللي حطها لنا الشرع في الاسلام راه ماشي اهانه للعقل ديال الرجل ولا العقل ديال المراه ولا البراءه ديال الرجل ولا البراءه ديال المراه. الحدود في الشرع راه كتعطينا الامن والامان والسلام والطمانينه. هكا خصنا نشوفوا هذوك الحدود اللي كتمنعنا من شي حوايج. كنسمعوا عشاء امل، كتجي كلمه زوينه حنينه، غيوصلنا بالطوموبيل عادي ماشي مشكل. مواقف ممكن تبان للناس بسيطه، ولكن راه مواقف خطيره جدا ممكن توصل لما لا يحمد عقباه. يعني الحدود اللي وضع عنا الشرع كتقطع علينا الطريق للفاحشه، بالتالي كتقطع الطريق كذلك على سوء الظن وعلى خراب البيوت اللي ممكن ينتج. اذا الشريعه باغا لنا الخير، ماشي باغا تحرمنا من شي حوايج. اذا البيت ديال واحد الرجل المتزوج راه ماشي مكان للعمل. نقطة، أرجع للسطر. البيت هو مكان لاجتماع أسرة، هذه الأسرة تربطها علاقة شرعية، زواج شرعي بين رجل وامرأة. هاد البيت هذا راه ماشي مكان للاجتماعات. العمل والتعاون في العمل عنده مكان ديالو، عنده الشهود ديالو، عنده الظروف ديالو. اذا بدلنا لشي حاجه المكان ديالها المناسب ديالها، هنا كنوقعوا في الحرام. وهذا الامر هذا كيكون عليه عواقب. اللي كيحترم العمل فعلا راه كيحافظ على الاطار ديال العمل كيفاش خصو يكون. حتى الا بغينا نهضروا بالكلام ديالهم غادي نقولوا لو كوتي بروفيسيونيل، يعني خصو يحترم لو كوتي بروفيسيونيل ديال داك العمل، وكذلك يحترم الدين والشريعه والاسلام. اذا زديتي داك العمل من المكان ديالو ودخلتيه للبيت ديالك، فهنايا كتضر بنفسك، كتقلل من احترام داك العمل وكتقلل من احترام داك اللي معاك، وكتقللي من الاحترام ديال داك اللي معاك، وكذلك من الاسره ديالك، من الاب ديالك، الام ديالك، من كل شيء.
ما يمكنش الانسان يحط نفسه في واحد الموقف ديال الريبه والظن وسوء الظن ويقول للناس حسنوا الظن بيا، احسنوا الظن بيا، باش انها تجي وتقول انه مجتمع ذكوري. لا طبعا لا، هذه فقط واحد الكلمه باش اننا نسكتوا داك النقاش واننا ما نهضروش واننا ما نغلطوهاش. قضيه ما عندهاش علاقه بالذكوريه ولا النسويه. كاين واحد الخطا اللي هو الترتكب، وخطا كبير جدا وفيه انتهاك للدين والشرع. هذا الدين وهذا الشرع اللي حرم علينا اننا نمشيو للدار ديال واحد الراجل مزوج ولا غير مزوج وندخلوا معاه لدارو بحجه اننا نخدموا معاه ولا نكملوا معاه الخدمه، هذه راه ما يمكنش تسميوها ذكوريه ولا مجتمع ذكوري. واش هذا التحريم هذا واش كيعاوننا باش اننا نزيدوا القدام وباش اننا نحميو الاسره ديالنا ونحميو نفوسنا من المكان ديال الشبهات ومن المشاكل، ولا كيحطنا في المشاكل كما دابا حطنا في المشاكل ووصلنا حتى للسجن، وصلنا كذلك للفضيحه العالميه؟ اذا هذه الحدود اللي حطها الشرع فهي حدود عادله وتتحمي ومفيده للمجتمع. ملي كنبقاو نتهموا الحدود اللي حطها لنا الشرع بانها واحد السلطويه وانها واحد التضييق كتمارسوا علينا، غير كنحاولوا نبرروا السوء ديال الاخلاق ديالنا. كنبقاو نطلقوا شعارات شعبويه باش انه الناس يتضامنوا معنا، لا واه ذكوريه لا واه نسويه. اللي كيقول بحال هكا راه ماشي ضد الذكوريه، راه هو ضد واحد الانضباط في المجتمع اللي خصو يكون، وهذا الانضباط هذا كيمنع واحد الفوضى ممكن تنوض بسبب الحريه. وبما اننا ذكرنا الحريه راه في الحقيقه مسؤوليه ومسؤوليه ثقيله. هاد الناس هادو كنسمعوهم تيقولوا انت حر ما لم تضر، ولكن هاد الحريه هذه تحولات ولات كتضر. هاد اللقاءات في هاد الاماكن هادو هما سببوا لنا ضرر للاباء، للعائله، للزوجه، للابناء، ضرر كبير للسمعه ديال هاد الناس اللي متورطين في هاد الشيء والعائلات ديالهم كذلك. من التدخل ديال الدين وديال الشرع وديال كذلك القانون راه باش يحمي المجتمع كامل، ماشي باش يحميك فقط انت. الانسان في الغالب كيشوفها راسو كينسى بانه عايش في وسط واحد المجتمع اللي هو ممكن انه يضرو واخا دار شي حاجه غير بينه وبين نفسه. والا ما كفاكمش الدين انه يردعكم وانكم توقفوا هاد الممارسات المخله واللي ما خصهاش تكون، راه طبعا خاص ضروري يكون القانون، وهذا القانون مزيان وخصو يبقى. انا دابا كنشوفوا هادي وبزاف ديال المؤثرين وكذلك الصحف العلمانيه كيخرجوا كيقول لك ما بغيناش هذا القانون يكون، واللي بغى يدخل لشي دار يدير داكشي اللي بغى، يدير داكشي اللي بغاو، خص البوليس ما يمشيوش وحتى الوزير هضر في هذا الامر هذا. هذا القانون اللي كيجرم الخيانه الزوجيه كتولي جريمه، راه ماشي واحد العصا في يد دوك الناس الاسلاميين المحافظين. هذا القانون ديال الخيانه الزوجيه كيحمي لنا الزواج اللي عنده حرمه كبيره في المجتمع، وبالتالي كيحمي لنا المجتمع كامل. الوظيفه ديال القانون في هذه القضيه هذه ماشي انه يثبت الزنا، لان في الشرع راه معروف 4 ديال الشهود وفي واحد الوضعيات وكذا ومجموعه من الادله وكذا وكذا. ولكن الوظيفه ديال القانون هنا هو انه يردع وانه يوقف وانه يخلع. يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران. هذا القانون هذا كيزيد في قيمه الوفاء، وطبعا كيحل واحد الباب للمتضرر انه يطالب بحقه. اي واحد غادي يتحط في هذا الموقف هذا، الزوجه ديالك مثلا خانتك او الزوج ديالك انت خانك، اكيد انك متضرر في هذه القصه هذه. راه الزوجه ديال هذاك الراجل راه هي اللي رفعت القضيه، هي المتضرره. يعني ما جاوش البوليس كيقلبوا على شي واحد غير هكاك، لا، كانت واحد القضيه ترفعات من واحد الشخص متضرر. لو وقفنا التجريم ديال هذه القضايا بحال هادو راه ماشي كنزيدوا في الحريه ديال الناس وكنزيدوا نعطيوهم حريات اخرى. الا وقفنا هذا القانون هذا راه كنتسببوا في واحد الفراغ اخلاقي وقانوني ما كيعطيش للمتضررين حق انهم يجيبوا حقهم. وطبعا هذا الشيء غيخلق لنا واحد النزاعات في النسب. الواحد يشد مراته مثلا مع واحد اخر ويولي يشك في ولادو واش ماشي ولادو، واخا كاع ما تمشيش للسجن واخا كاع يطلقوا، ولكن راه كيوقعوا مشاكل اخرى. يجيو بزاف ديال الناس كيقولوا راه ما كاين حتى شي دليل على انه وقعت الزنا، وهذه فقط مجرد كلام فارغ. السقوط ديال الحد راه لا يعني سقوط ديال الحرمه. الا تشد راجل مع امراه في واحد الدار في واحد الخلوه، راه طبعا ما غاديش يطبق عليهم الحد اللي هو مذكور في القران ديال الزاني والزانيه، ولكن راه ما تيعنيش ان داكشي اللي داروا راه حلال. المعيار ديال الاثبات في الاسلام هو معيار مرتفع. علاش؟ باش يحافظ على الاعراض من القذف، هادشي متفقين عليه، ولكن راه ما كيعطيكش البراءه من واحد السلوك اللي هو خايب وسيء وحرام. الا بقينا كنتطبعوا مع الخلوه ديال رجل مع امراه في واحد البيت بحجه انه راه ما يمكنش تثبت الزنا، فهنايا راه ما كنحترموش العقول وما كنحترموش القضاء، وطبعا راه ما كنحترموش الدين والاسلام. العقلاء كاملين متفقين على الاحتمالات وشنو ممكن يوقع. بالتالي هذاك الباب اللي غيجي منه الريح سدو استريح. يعني ما تسناش شي واحد يجي يقول لك بان واحد الباب اللي ما فيهش القفل، هذاك الباب راه كيعجب الشفاره. راه عادي، راه غيعجب الشفاره لان ما فيهش القفل، ما مسدودش، محلول. هاد النسويه الشعبويه في المنصات ديال مواقع التواصل الاجتماعي
كتقدم لينا فقط الهضره الخاويه، ماشي شي مشروع اخلاقي. يعني هاد النسويات وهاد الملحدين وهاد العلمانيين كيحاولوا يحولوا النقاش واحد الحادثه مؤلمه، ردوها فرصه باش انه يصنعوا واحد البطوله وباش انهم يجبدوا النقاش ديال ان خصنا نحيدوا هذاك القانون. الحدود اللي حطها الشرع كيحاولوا يصنعوا منها واحد العدو وهمي، بحال الا هذاك الدين ولا هاد الاسلام اللي حط هاد الحدود هادي راه هو العدو ديالنا وخصنا نحاربوه، فبالتالي خصنا نحاربوا الدين. والواقع شيء اخر. واش هاد الشعارات النسويه كتزيد في الهدوء ديال البيوت والطمأنينة والسكينة ديالها، ولا الإسلام وهاد الحدود هادو هما اللي كيزيدوا لنا في الطمأنينة والسلام وتيبعدوا علينا المشاكل؟ غادي يجيو يقولوا لك دوك الشعارات ديالهم الحرية الشخصية، اوكي ما كاينش مشكل، ولكن ملي توقف على حدود الغير ديالك، وهاد الغير هما ممكن يكونوا باك، امك، ولادك، مرات. تقدر تخرج شي وحده وتقول لك لا انا واثقه من نفسي، اسمحي لنا، ولكن الثقه ديالك بنفسك راه ما كتمنعش الناس من سوء الظن. الثقه ديالك في نفسك هنايا في هاد الحالات هادو ممكن توصلنا للفتنه والمشاكل الكبيره. واخا الانسان ياخذ البراءه، ولكن واش هادشي دليل على الصلاح الاخلاقي؟ الا كانت اي نسويه ولا اي واحد مأمن بالفكر النسوي كيفكر بعقله، خصو يطرح عليه راسو بعض الاسئله، مثلا كيفاش نصنعوا واحد البيئه واحد المجتمع ما فيهش الشبهات وبالتالي كيزيد في الطمأنينه ديال الناس. طبعا الجواب راه ماشي هو الدخول لبيت رجل لاستكمال العمل معه، ولكن الجواب الحقيقي غيكون هو انه ما خاصش يكون هذا الفعل هذا، وخاص يكون حدود، وخاصنا نرجعوا للدين ونرجعوا للشرع ونلتزموا به. خلاصه بلا زواق، الدخول ديال المراه البيت ديال واحد الرجل بحجه استكمال العمل فهو فعل منكر وحرام، والتبرير ديالو بواحد الخطاب نسوي شعبوي فهو بحال شي واحد بغى يهرب للامام، وكذلك خطا كبير. المجتمع ديالنا اللي باغي هاد الحدود ديال الشرع تبقى وباغي انه ما تكونش خلوه ما بين الرجل والمراه في دارو، راه ماشي مجتمع ذكوري، ولكن مجتمع واعي وبغى يحمي الافراد ديالو بواحد العقد ديال الزواج. بغى الناس يعيشوا مرتاحين في الضمائر ديالهم ومرتاحين ومطمئنين وسط المجتمع ديالهم. طبعا هاد الحدود هادو راه كيحميو لنا بزاف المجتمع ديالنا، لان هاد الافعال هادو السيئه والخايبه راه كتوصلنا الاطفال ديال الزنا. تقدر ما وصلتش هاد السيده، ولكن راه وصلت بزاف اخرين، وبالتالي كيرتفعوا عندنا الاطفال المتخلى عنهم وكيعيشوا حياتهم بعقد ومشاكل، وممكن كاع يتحولوا لمجرمين من يكبروا. اللي بغى الحريه راه الحريه عندها مسؤولياتها وعندها الحدود ديالها، واللي بغى الاحترام راه خصو يحترم الاطار اللي فيه والمجتمع اللي فيه والقانون اللي فيه والدين اللي فيه.